الحاجه دي وصلت لي من شهرين، وكالعاده انا متخاذل ولسه فاكر اعملها دلوقتي. والله انا خايف تكون الشركه افتكرت ان انا نصبت عليهم ولا حاجه. المهم، من غير غموض وكلام كتير، اللي ما يعرفنيش فانا كمبيوترنج احمد وحيد، وبقدم محتوى عن عالم البي سي والتجميعات، وبعمل من المحتوى ده اتنين: يا فيديو هدفي الاساسي منه اديك معلومه تفيدك، او فيديو ترفيهي في نفس المجال. فاعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو اللي انت بتتفرج على الفيسبوك، فاعمل شير ولايك للفيديو. ما تنساش تخش على التيك توك بتاعي، هتلاقي فوق ال 50 فيديو فيهم حاجات فعلا هتفيدك. كل اللينكات تحت في اول كومنت. وما تنساش تاخد لفه كده في جروب الكمبيوترنج على التليجرام، هتتبسط. دي ايه يا سيدي؟ دي مجرد علبه فاضيه. انت جاي تهزر؟ اكيد بهزر، مش معقوله محتفظ بيها في علبتها من يوم ما جت يعني. دي سماعات او السبيكرز الامبلي جيم اي 20 من شركه فاي فاين، واللي برضو كانوا بعتوا لي المايك ده من فتره اعمل له مراجعه، روح شوف الفيديو بتاعه لو ما كنتش شفته. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الباكجينج مش حلو، بعيدا عن ان العلبه ملعوب فيها ملاكمه، بس فعلا الشركه مسترخصه المره دي جدا في العلبه. يعني دي علبه المايك ودي علبه السماعات، بس مش فارقه. اهم حاجه المنتج، يعني بعد الشطف ده كله مش فارقه. ما علينا. من اول ما الشركه تواصلت معايا وقالت لي هنبعت لك سبيكرز يو اس بي، وانا قلت بس هتطلع اي كلام وصوتها على قدها كعاده السماعات اللي من النوع ده. بس اللي حصل العكس تماما. حرقت لك الفيديو. من اول ما خرجت السماعات من العلبه حسيت بوزن وتقل السماعه ما حسيتش بيه قبل كده في اي سماعات يو اس بي. حتى الخامات برغم ان هي من البلاستيك بس متينه، وباين ان مفيش اي استرخاص خالص في الماتيريال. وشبك امامي وزرار تحكم في الصوت وزرار باور، واللي مش مجرد زرار باور، وهتعرفوا كمان شويه ليه. واللمسه الخاصه بالجيمنج الار جي بي طبعا، واللي التحكم فيه بيكون عن طريق التاتش اللي في السماعه الرئيسيه من فوق، واللي بيقدر يديك تحكم في 7 الوان مختلفه بالست انماط مختلفه كمان، وتقدر تثبت لون معين لو عايز. وصلات السماعه زي ما قلت بتيجي يو اس بي للباور، وبتيجي بجاك 3.5 مللي للصوت. ودلوقتي جه وقت التجربه. بصراحه شكل الار جي بي حلو ومعمول بشكل خط كده في نص السماعه، وزي ما قلت بتتحكم في الوانه من التاتش اللي فوق. ولو مش عايز ار جي بي خالص افضل دايس على التاتش، الاضاءه هتقفل. عندك زرارين للتحكم في درجه علو او انخفاض الصوت. اللي كان نفسي فيه بس ان كان يبقى فيه مزامنه بين درجه ارتفاع الصوت والاضاءه، بمعنى ان لما اوطي مثلا الاقي الاضاءه بتديني مؤشر بمدى ارتفاع الصوت او انخفاضه. وعندك زرار الباور اللي بيعمل ميوت بمجرد ضغطه واحده عليه. عندك الاجهزه الديسكتوب، ودي خاصه بالشغل المكتبي، وده بس لان الكيسه دي من الاخر ولو ضغطت شويه وول السماعات بتفصل خالص. الحلو كمان انك تقدر تخلي السماعات في وضعين: وضع افقي او وضع راسي زي ما تحب. بس الوضع الراسي بيديها ثبات اكتر بسبب الرابر اللي موجود في القعده. نروح بقى لتجارب الصوت، وده اللي ادهشني الحقيقه. زي ما قلت انا متعود ان السماعات اللي بتستخدم اليو اس بي او اللي من النوعيه دي تحديدا بيكون صوتها محدود، ولا بيز ولا نقاء ولا الحاجات دي. بس من اول ما سمعت صوت السبيكرز قلت شابوه فاي فاين. الصوت عالي واضح، مش فكره انه حلو مش وحش، بس مش اجمد حاجه، وده طبيعي في سماعات زي دي. بس انا اهم حاجه عندي نقاء الصوت مع ارتفاعه، وانه يفضل محافظ على النقاء ده مهما عليت الصوت. كل الكلام اللي فات ده في الاستخدام العادي، سواء الفرجه على افلام او محتوى او غيره. بالنسبه للجيمنج فنظام الاستيريو كفيل انه يغرزك جوه جو اللعبه، وبتبقى مستمتع بتجربه اللعبه الى اقصى حد. بس حلاوة الصوت دي في الجو الهدوء نوعا ما. انا جربتها في الدوشة وصوتها كان بالكاد مسموع او باين. الملخص وتقييمي للسماعات دي: كحجم السماعات فهي مش هتعمل لك ازمة لو المكان ضيق عندك، وده باين عندي لان مساحة الترابيزة عندي صغيرة جدا، ومع ذلك انا مش متضايق ولا السماعات واخدة مكان كبير سواء بالوضع الافقي او الوضع الرأسي. كخامات فهي زي ما قلت من البلاستيك، مش وحش ومش اجمد حاجة في نفس الوقت. عاجبني قوي التحكم البسيط في كل حاجة. الصوت بتقدر تعليه او توطيه في حدود تقريبا ال10 درجات. تكات الزراير خفيفه قوي، وكمان سهل تعمل ميوت بمجرد دوسه على زرار الباور. طول السلك تقريبا مترين، والسلك اللي بين السماعتين متر ونص تقريبا، واعتقد ده كافي وزياده مهما كان وضع التوصيلات او الكيسه عندك. واستخدامها سهل، وصل شغل على طول. انصح بيها في حاله انك هتستخدمها في الجيمنج وعايز حاجه تديك تجربه صوتيه حلوه. انصح بيها لو انت واحد بتحب تتفرج على افلام فيها جمدان في الصوت ومؤثرات صوتيه حلوه.
وانصح بيها وبشده لو حابب تكمل او حابب تجمل شكل السيت اب عندك، وده لان شكلها حلو وبسيط خالص. بس ما انصحش بيها في حاله انك جبتها عشان تستخدمها في مناسبه ولو حتى على الضيق، لان هيبقى فيه دوشه بالشكل ده انت مش هتسمعها اصلا. هتلاقي لينك الشراء من علي اكسبريس سايبهولك تحت في الوصف. ما تنسانيش وانت على لايك للفيديو والاشتراك في القناه، عشان فعلا الواحد بيتعب عشان يقدر يقدم محتوى يفيد بيه غيره، فتقديرك البسيط ده بيهون علينا التعب ده كله. هتلاقي في اول كومنت تحت لينكات لكل اكونتاتي، تيك توك انستجرام فيسبوك، تماني عليهم لو حابب. وما تنساش تاخد لفه صغيره كده في جروب الكمبيوترنجي على التليجرام، هتتبسط. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وفولو الكمبيوترنجي.